المعروك أو خبزة رمضان من أشهر المأكولات السورية اللي بنقدمها على سفرة رمضان. كتير طيبة، وهي الطريقة بتاخد العقل بيطلع قطني وكتير بيشبه يلي بنشتريه من الأفران. شوفوا كيف رح حضره. أول شي في عندي نصف ملعقة من المحلب ونصف ملعقة من اليانسون، رح أطحنهم مع بعض كتير منيح وحضيفهم ل3.5 كوب من الطحين. ححركهم مع بعض وبلش نزل باقي المكونات يلي هي رشة صغيرة من الملح، ملعقة طعام من السكر، ملعقة طعام من الخميرة الفورية، وكمان هون خلصنا من المكونات الجافة. رح أحركهم مع بعض وضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وملعقة طعام من اللبن الزبادي، وملعقة طعام من الزبدة. أنا بس سيحتها ما بدي إياها ساخنة كتير. رح أحركهم مع بعض بهي الطريقة وحضيف لهم كوبين من الحليب، وحبلش أعجن العجينة لحتى تاخد بعضها. بعدين حضيف ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ورح بلش نعم فيها العجينة. طبعا الزبدة مثل ما شفتوا نزلتها على دفعتين، مرة مع العجينة كانت دايبة ومرة نعمت فيها العجينة. هلأ هون غطيتها وتركتها لحتى ترتاح وتتخمر، وبحضر الحشوة يلي هي تمر وملعقة من الزبدة وشوية من المحلب واليانسون، وعجنتها مع بعضها لحتى صارت جاهزة. هون كانت عندي العجينة اختمرت، حقرصها وحبلش اشتغل فيها. حجم القطع مثل ما بتحبوا انتو، والتشكيل كمان على ذوقكم. فيكن تساووها مثل خلية النحل كرات، أو فيكن تساووها بهي الطريقة. بعد ما حشيت القطع حطيت على أطراف العجينة شوية مي مشان تلزق على بعضها، وبساويها بهي الطريقة وبنقل القطع لصينية الفرن. وبحضر خليط التلميع، بيضة وعليه شوية حليب وربع ملعقة من النسكافيه. بحركن كتير منيح، ومثل ما انكم شايفين بغلف كل قطع المعروك، وبضيف لهم السمسم مثل ما انكم شايفين، أو ممكن نضيفوا حبة البركة، وبغطيها وبتركها كمان تختمر نصف ساعة. أنا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 180، بدخلهم 15 دقيقة الفرن من تحت بس شغال، بعدين بشغله من فوق بس لحتى ياخدوا لون ذهبي، وبصيروا جاهزين. مثل ما انكم شايفين طريقتها بتجنن وسهلة وحلوة كتير كتير، وعن جد الطعم ما بقدر اوصف لكم قديش طيب. هلا بس في ملاحظة بدي لكم اياها، انه الكوب اللي بتستخدموه للطحين او بتعيروا فيه طحين هو نفسه بتعيروا فيه مقدار الحليب اللي حتضيفه. وبس هيك، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والف صحة وهنا على الكم إذا جربتوها.